خطيبي دخل عليا قبل فرحنا بأربع أيام ومعاه 3 تذاكر. 3 تذاكر مفروض إن احنا هنروح شهر العسل. بصيت على التذاكر واستغربت، هما ليه 3؟ ده أنا وهو بس. لقيته بيقول لي التذاكر جت وحجزت وهنروح شرم الشيخ أنا وانتي وأمي. قلت له أمك هتيجي معانا في شهر العسل؟ طب ليه؟ قال لي وانتي ايه اللي يضايقك في كده؟ على فكرة ماما قالت انها مش هتضايقنا خالص وهتحجز اوضه لوحدها ومش هنحس بوجودها، بس ماما ما تقدرش ما تشوفنيش 15 يوم، دي تتجنن فيها، وانا كمان ما اقدرش ما اشوفهاش. واظن دي حاجه ما تضايقكيش، انا وانت هنبقى في اوضتنا وهننزل ناكل عادي جدا في الفندق، وهي كمان هتنزل معانا، ووقت النوم هبقى انا وانت لوحدينا. ايه مشكلتك بقى؟ بصوا بقى، انا جاي احكي لكم واقول لكم ان انا لسه على البر، بس انا خلاص. قولوا لي اعمل ايه قبل ما اتجنن؟ انا من يوم ما اتخطبت للشخص ده وانا بشوف حاجات غريبة قوي، خاصة في بيتهم. يعني زي ايه مثلا؟ كنت بروح لهم زيارة في البيت عادي جدا انا ووالدتي في ايام الخطوبة، والاقي امه بتحطه على رجليها وبتهشكه اكنه عيل صغير وبتفضل تدلع فيه، والاقي امي بتبصلي ومستغربة، وانا ابص واقول عادي، يمكن اصل هي يا عيني جوزها مات من بدري وهي اللي قعدت تربي خطيبي واخته، بس اخته اتجوزت وما كانتش بتعمل معاها كده، ومن ساعه ما اتجوزت سايباها في حياتها عادي، بتجيلها الزيارات الطبيعيه. لكن خطيبي وضع تاني خالص، هو الدنيا وما فيها. انا ما بقولش ان حماتي عمرها شتمتني ولا بهدلتني ولا هزقتني، عمرها ما عملت اي حاجه وحشه معايا، ودايما لما بروح البيت ليها انا وامي بتبقى فرحانه بينا جدا. لكن تصرفاتها غريبة قوي. يعني ايه تحط على رجلها شاب عنده 26 سنة وعمالة تدلع وتهشك فيه؟ ولا لما نقعد على السفرة لازم تأكله ببقه، وعمرها ما تاكل قبل ما هو يشبع؟ ده غير ان انا اتفاجئت انه بيحكي لي انهم بيناموا جنب بعض كل يوم، هو وهي بيناموا جنب بعض، وانه ما يعرفش ينام غير في حضنها وهي ما تعرفش تنام غير في حضنه. حتى استغربت وقلت له انت ما بقتش صغير على اللي بيحصل ده، ايه اللي بيتقال ده؟ على فكرة ده حرام وما يصحش، هي امك بس انت كبرت وما يصحش انك تنام جنبها. خد كلامي بتريقة واستهزاء وقال لي هي الغيرة هتبدأ من دلوقتي ولا ايه؟ وكنت كل ما اروح احكي لامي او لاي حد يقولوا لي يا بنتي الست تعبت عليهم، ده جوزها سايبها وردة في عز شبابها وفضلت تربي عيالها، مستخسرة انها تحبهم ويحبوها. انت اللي مكبره المواضيع. بقيت اعدي وافوت واقول مش مهم، يمكن انا فعلا اللي مكبره المواضيع. جابت لنا الشقه اللي تحتيها وقالت لي اعملي حسابك، انا جايبه لكم الشقه اللي تحتي عشان ما تبعدوش عن عيني، وانت يا بنتي هتبقي زي بنتي بالظبط. فرحت بالكلام لدرجه ان انا قلت لها ده انا خايفه من مسؤوليه الجواز قوي، هبقى اصحى بدري واعمل فطار وهعمل غدا وعشاء. قالت لي لا، ولا تشيلي هم، نامي زي ما انت عايزه، وجوزك لما يصحى ولو جعان هيطلع لي، وانا مش هسيبه جعان اصلا، لا انا هنزله لا هو هيطلع لي. برضه ما خدتش في بالي وقلت والله دي هتشيل عني.